البنوك ساعتها قالت له احنا مش هنغامر، والعملاء قالوا له احنا بنخاف من الحاجات دي، التجار احنا مالنا ومال الكلام ده، ايه اللي يخليك تضيع وقتك واقف في طابور ساعات مضغوط تحت الشمس ومحتاج تدفع حاجه مش هتاخد منك اكتر من دقيقتين؟ ليه مفيش طريق اسهل واسرع؟ ليه كل حاجه لازم تكون معقده وصعبه؟ تخيل لو كان في حل اسرع وانت قاعد في مكانك في اللحظه دي بقى كانت الشراره اللي بدات كل حاجه. في وسط الزحمه دي في حد قرر يسمع الشكوى ويحولها لحل. بدا من فكره صغيره واشتغل عليها برغم ان معظم الناس ما كانتش مصدقه ولا فاهمه. البنوك ساعتها قالت له احنا مش هنغامر، والعملاء قالوا له احنا بنخاف من الحاجات دي، التجار احنا مالنا ومال الكلام ده. وحتى الانترنت وقتها ما كانش لسه زي دلوقتي، بس هو ما استناش حد يصدق، هو صدق نفسه وكمل. قعد يقنع بنك ورا بنك وعلم الناس يعني ايه دفع الكتروني، وحط الخدمه قدام عينين الناس في كل مكان يروحوه، من اول السوبر ماركت لحد الصيدليه. والنتيجه الخدمه بقت جزء من حياه المصريين، فاتوره، رصيد، ترخيص، كل ده بقى بيتعمل بزرار واحد بس، ولا طوابير ولا دوشه. وفي سنه 2019 الخدمه دي دخلت البورصه وبقت من اوائل شركات التكنولوجيا الماليه اللي قيمتها بقت بمليارات، من اصغر كشك لاكبر كيان. عارفين مين اللي عمل ده؟ ده شركه فوري. فاحنا نتعلم ايه من هنا؟ ان الفرصه بتظهر في التفاصيل. ركز في اللي الناس بتعدي عليه، ساعات اكبر فرصه بتيجي من اصغر تفصيل. ومش كل نجاح لازم يبقى صرخه كبيره من اول يوم، في نجاحات بتبدا بهمسه صغيره وسط الزحمه وتكبر لحد ما تبقى صوت مسموع في كل بيت.